الحب أكثر شعور نسمع عنه، نحلم فيه ونخاف منه. هو اللي يكسر الإنسان، هو اللي يرممه، هو اللي يرفعه، هو اللي ينزله. بس بين كل هالضجة في حب صادق بسيط يشبه نقاوة قلبنا الصافي، بس يغير أشياء كثيرة في داخلنا. وفي بودكاست قصة وشاي بنتكلم عن الحب، حب الناس الحقيقي، الحب اللي مرينا فيه نتمنى نذوقه في يوم. وتعودنا نشرب الشاي ونحن نسمع القصة، وأكيد الشاي جاهز. ومن القلب للقلب. الحب الأول له طابع خاص، شعور صادق نقي، لأنه هو الحب من غير زيف، من غير شواب. وترى أول حب عمره ما ينسى، حتى لو تركته وقلت بتتخطى. يمكن تقول صارت ذكرى نضحك عليها، بس تحس فيها وبتعيد الذكرى لو ثواني. تقول لي أول مرة حسيت بشيء غريب، كان إحساس ملخبط، مش حب بالمعنى المعروف، بس شيء يخليك تبتسم بدون سبب، تنتظر كلمة، نظرة، أو حتى ابتسامة. أول حب هو أول مرة تسهر وتفكر بشخص طوال الليل، أول مرة تحس أن قلبك مش بس عضلة وتنبض، لا، صار له رأي ثاني. يمكن كنت صغير ويمكن ما كنت تدري شو معنى الحب. أول حب يكون نظيف، من غير تفكير، من غير ترتيب، تخلي كل هذا لقلبك. تتعلم شو معنى التعلق بشخص، شو معنى الشوق، شو معنى تبكي على شيء ما تقدر توصفه لأحد. بس تذكروا في نهاية هذا كله، هذا الشعور يا أنه يروح بهدوء أو أنه خلى وراك فوضى، بس دايم يترك لك شيء، يمكن نغمة أو مكان، أو يمر عليك اسم يمر قدامك وتوقف تبتسم. ولأن أول حب إيه وانت صفحة بيضة، كل شعور فيه طريق، ما في أقنعة، ما في خطط. وتقولي بعدها صرنا نخاف، نتردد، نفكر مليون مرة قبل ما نحب. عشان كذا أول حب ما ينسى، مش لأن الأجمل، بس لأن الأول. والحين إذا تذكرت أول حب لك، ابتسم، حتى لو ما كمل، حتى لو وجعك، وهو كان درس وكان خطوة عرفتك على نفسك. وإذا كنت بعدك تحن له، لا تلوم قلبك، بس خله يعرف أن الحياة فيها حب ثاني، بس أنضج وأعمق وفي أمل ثاني. وهاي كانت قصتنا اليوم في بودكاست قصة وشاي.